بلاقي ناس كتير بتبدأ ان هي تغير النظام التدريبي بتاعها في الجيم كل اسبوع او كل مثلا يومين ثلاثة او عامة يعني كل فترة بسيطة، ومعتقد كده ان هو من خلال التغيير ده فهو عضلاته هتتحسن او مستواه هيتحسن وهيحصل تغيير في شكل جسمه عن طريق ان هو يغير البرنامج التدريبي بتاعه من يوم للتاني او من الاسبوع للتاني. لكن الحقيقة القصة او المغزى في الموضوع ده مش في الحتة دي او مش في ان انت تغير البرنامج التدريبي بتاعك باستمرار. هقول لك النهارده على قاعده مهمه في التدريب، لو فهمتها هتفهم ليه انت مش محتاج ان انت تغير البرنامج التدريبي بتاعك كل يوم، وكمان قد ايه انت محتاج ان انت تكون ماشي على برنامج تدريبي محدد ليك او مخصص ليك انت بما يتناسب مع اهدافك للمستوى اللي انت عاوز توصل له. القاعده دي اسمها حمل التدريب. يعني ايه حمل التدريب؟ ببساطه شديده جدا حمل التدريب ده بيتكون من 3 حاجات. رقم 1 وهي شدة التمرين. ممكن تكون انت سمعت المعلومة دي قبل كده لكن ما تعرفش يعني ايه شدة التدريب. ببساطة شديدة جدا شدة التدريب دي بتتمثل في مقدار الصعوبة او مدى صعوبة التمرين اللي انت بتأديه. يعني مثلا انا رحت النهاردة اتمرن في الجيم وجيت بعمل تمرين زي تمرين البنش بريس، وبدأت ان انا احط مثلا 50 كيلو من هنا و50 كيلو من هنا، وبدأت ان انا اشيل البار. الوزن اللي انا حطيته في البار ده هو شدة التمرين، وبالتالي كل ما بزود الوزن ده كل ما بزود شدة التمرين، لان التمرين صعوبته زادت فبالتالي زادت شدة التمرين. ده اول حاجة في مكونات حمل التدريب. رقم 2 حجم التدريب. حجم التدريب بيتمثل في عدد المجموعات اللي انت بتعملها اثناء التمرين. يعني مثلا انا دخلت التمرين البنش بريس عملته 4 مجموعات في مثلا 12 تكرار. الاربع مجموعات وال12 تكرار دول هم حجم التدريب. بقدر ان انا اعلي حجم التدريب او انزل حجم التدريب بناء على حاجات تانية هنعرفها في فيديو تاني، ازاي تتحكم في التمرين بتاعك او ان انت تعمل تمرين موزون. في متغيرات كتير بتدخل في تغيير حمل التدريب علشان تقدر ان انت تعمل تدريب او وحدة تدريبية تكون مقننة وتناسبك بشكل يوصلك لاهدافك ويحميك من ان انت يحصل لك اصابات لا قدر الله. ثالث مكون معانا من مكونات حمل التدريب هو الراحه، وطبعا كلنا عارفين اهميه الراحه، ولكن الراحه في حمل التدريب ليها انواع. في نوعين عندي من الراحه. النوع الاول وهو الراحه الايجابيه، والنوع الثاني الراحه السلبيه. يعني ايه الكلام ده؟ الراحه الايجابيه يعني انا بفضل اعمل التمرين بتاعي لكن بمجهود اقل. يعني مثلا لو انا بجري على التريد ميل بسرعه عاليه فهبدا ان انا اقلل السرعه دي لسرعه تحت المتوسطه او سرعه بطيئه خالص، بحيث ان انا يعني ما اقفش من التمرين تماما، ولكن انا ما زلت لسه بأدي التمرين ولكن بشده قليله جدا. الراحه الايجابيه دي بتساعد في معدلات الاستشفاء وان الجسم يتخلص من مخلفات التمثيل الغذائي بشكل اسرع، ولكن ليها ضوابط وليها شروط ممكن اعملها في حالات وما ينفعش اعملها في حالات تانية. يعني مثلا ما ينفعش اعمل الراحه الايجابيه دي الا لو كان اللاعب اللي قدامي مستواه متقدم او مستواه يسمح ان هو يعمل الراحه الايجابيه. اما طبعا لو لاعب لسه مبتدئ او ان هو يعني ما بقالوش كتير او لسه داخل الجيم يعني قريب جدا، هنا هتكون الراحه السلبيه كويسه ليه. الراحه السلبيه ان هو بيعمل التمرين بتاعه وبعد كده بيرتاح تماما، ما بيعملش اي مجهود على حسب المده اللي هي محطوطه ليه في الراحه، سواء مثلا دقيقه او نص دقيقه او دقيقتين او 3 ايا يكن. والكلام ده هنحدده بقى، فترة الراحة دي هنحددها في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. هنتكلم عن ازاي ان انا بحدد فترة الراحة. في ناس يقول لك مثلا خد فترة راحة دقيقة، في حد تاني يقول لك خد دقيقتين، في حد تاني يقول لك 3. الحقيقة الموضوع مش بالبساطة دي، او مش ان انا بقول انا هديك راحة كذا او بتكلم كده من دماغي. لا، الموضوع بيكون محكوم بضوابط ومتغيرات كتير. يعني مثلا ما ينفعش ان شدة التمرين بتاعي تكون عالية جدا وانا اخد فترة راحة قليلة جدا، ولان ده مرتبط بحاجة في الجسم اسمها نظم انتاج الطاقة. الجسم بيشتغل في عملية انتاج الطاقة بشكل معين وبينتج الطاقة بشكل معين، وكل نظام طاقة من انظمة انتاج الطاقة في الجسم بيحتاج فترة راحة معينة. والكلام ده اللي احنا هنبدأ نتدخل فيه ونبدأ نتكلم عنه في خلال الفترة اللي جاية، ازاي ان انا اقدر احدد فترة الراحة بتاعتي، هاخد دقيقتين ولا هاخد دقيقة
دقيقة ولا 3 دقايق، وبحدد الكلام ده بناء على ايه. انت اللي هتفهم الكلام ده، او هديلك القواعد اللي من خلالها تقدر تحدد انت محتاج ايه بالظبط. وبس كده. انا النهارده يعني مش عايز اتقل عليك علشان تبدأ تفهم معايا الموضوع ببساطة واحدة واحدة، وان شاء الله بعد كده هتقدر ان انت تعمل برنامج تدريبي خاص بيك. وبكده النهارده نكون استفدنا ان مش كل يوم انا اغير البرنامج اللي انا ماشي عليه، او مش كل اسبوع اغير البرنامج اللي انا ماشي عليه. وده مرتبط برضو بحاجات تانية هنعرفها في الفيديوهات اللي جاية، وهنعمل سلسلة كده متصلة من الفيديوهات هنبدأ نفهم فيها الكلام ده مع بعض، وازاي ان انا اختار التمرين بتاعي، وازاي اعرف ان التمرين ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا. مش اي تمرين بشوفه بيتعمل او اي حد بيعمل تمرين معين يبقى انا ينفع ان انا اطبق التمرين ده، وازاي ان انا اعمل التمرين واوزنه بما يتناسب معايا انا ووفق طبيعة جسمي ووفق متغيرات كتير. واشوفكم بخير ان شاء الله. ما تنساش طبعا لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة حالا، تعمل لايك وسبسكرايب. نتقابل في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.